انت عارف ايه المشترك بين زماننا وزمنك يا سينو؟ الأرض هي الأرض. معاك حق، بس في حاجات تانية. النيل كمان يا سينو، ده هيفضل موجود ومش ممكن يتغير. بابا لما بنخرج معاه ونروح مكان قريب من النيل بيفضل يكلمنا عنه، وازاي على مر التاريخ المصريين بيحافظوا عليه، لأنهم عارفين كويس قوي إنه سر الحياة. الحضارة بدأت على الأرض دي أول ما عرفوا مصدر دائم للمية اللي هو النيل. قبل كده مستحيل يبقى في حضارة ومكان واحد بتعيش فيه الناس لفترة طويلة. أجيال كتير كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان عشان يلاقوا مية ويصطادوا، لكن مع بداية الأسرات واكتشاف الزراعة على ضفاف النهر العظيم بدأت حياة جديدة، حياة مستمرة لحد عصرنا تقريبا لنفس السبب، النيل. لكن ده ما يمنعش إن في حاجات كتير اتغيرت. طب والناس اتغيروا يا يحيى؟ الناس بتتغير في كل زمن يا سينا. الحياة هنا بسيطة وهادية، الناس بيبنوا أو بيزرعوا أو بينحتوا في المحاجر. لكن في عصرنا الدنيا أسرع بكتير، سوشيال ميديا وموبايلات وفيديو جيمز وواتساب، سهل توصل لأي شخص مهما كان فين في ثانية واحدة. هنا الموضوع ده محتاج شهور، لكن ده ما يمنعش إن الناس برضو شبه بعض. إزاي اتغيروا وإزاي شبه بعض؟ رغم أي ظروف بتحصل الزمن بيتغير، اختراعات جديدة بتأثر على الحياة اليومية، وتحس كده إن الطيبة جزء منهم والقوة ضد عدوهم شيء مولودين بيه. تقريبا السر في الأرض اللي تربينا كلنا عليها. الأرض دي كتير طمعانين فيها. أنا سمعت مرة أستاذ عصام بيقول إن مفيش محتل دخل مصر وقدر يهزم شعبها. في محتلين قعدوا سنين وبرضه في النهاية بيخرجوا مهزومين، والأرض بترجع تاني لأهلها. وشكل الناس الطيبين دول هيصحوا بكرة على نفس الأرض يلاقوا الحال غير الحال. اللي بتفكر فيه ده مش سهل. أنا مش لسه هفكر، أنا قررت وهنفذ. ملك كلمة حقك، لكن حتشبسوت حتشبسوت عارفة إنه حقي حتى لو أنكرت. تفتكر هتسلم بسهولة؟ مش عارف، بس أنا استعديت كويس، ولازم تكون معايا وتساندني يا ريخ مراعي.